السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملك شيك مانجا بكل جماله وخباياه وأسراره. المايسترو واحد بس. تعالوا نشوف وصفتنا الجميلة اتعملت ازاي. جمد قلبك، حضر خاماتك وخش معايا عشان تتعلم كل ما هو جديد. خالص تحياتي ليكم المايسترو الدكتور مسعد الهواري. وده العصير اهو، عشان برضه يبقى احنا خطواتنا، يبقى احنا كده عندنا المانجا اللي طبخناها على النار زي المهلبية كده يعني، والعصير، وطبعا الكريم. وده الكريمة جاهزة اهي. يبقى احنا كده الطبقات بتاعتنا: كريمة، مانجا، العصير، والمانجا اللي احنا عملناها مهلبية. تابعوني. السلام عليكم. ده نعمل ميلك شيك ان شاء الله. مانجا دي انا حطيت هنا شوية مانجا مع شوية مية مع معلقة كاستر مع ربع كوباية عصير، وحطيتهم على النار واضربهم بالهاند بلندر عشان ينعموا، واسيبهم عندي في الفريزر شوية. دي مرحلة طبعا من المراحل. في المراحل التانية ان انا هعمل عصير عادي، عصير مانجا عادي جدا، وهعمل كريمة، وبعد كده نشوف ازاي هنرتب الطبقات بتاعتنا. تابعوني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنعمل مع بعض ميلك شيك مانجا. انا عندي هنا مانجا، خدت شوية مانجا، حباية مانجا قسمتها وعملت لها معلقة كاستر مع يعني ربع كوباية عصير، وعملتهم زي المهلبية، نظام المهلبية. وعندي عصير مانجا، ده عصير مانجا اهوت. حطيت عليه باكت جيلي وخليته يسقع في الفريزر. عندي كمان كريم شانتيه، وعندي شوكولاتة انا عاملها عندي باشكال مختلفة عشان ازين بيها. الفكرة كلها بسيطة جدا. انا هبدأ اوزع توزع الكمية اللي معايا كده بالشكل ده. وابدأ اجيب الكريمة بتاعتي اوزعها بالشكل ده. شوفوا الجمال بقى، شايفين؟
حاجة جميلة في منتهى الجمال والروعة، مش مكلفة، بسيطة. ألف هنا وشفا. خالص تحياتي ليكم، المايسترو الدكتور مسعد الهواري. شكرا. زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. نحط حتة مانجا كده عشان يبقى معروف. عشان تكون معايا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده كده، مع